النهارده جايبه لكم اكله دمياطي وهي السمان الدمياطي بطعمه الاصلي. تابعوا الفيديو خطوه بخطوه وهتشوفوا قد ايه الوصفه سهله والطعم رهيب. في البدايه هيكون معانا السمان بعد ما غسلناه كويس جدا. زي ما انتم شايفين مع بعض هنجيب 3 بصلات كبار ونفرمهم في الكبه ونحط عليهم ربع معلقه صغيره كمون وربع معلقه صغيره فلفل ومعلقه صغيره مساح ملح علشان البصل بيتملح بسرعة، علشان كده منكترش الملح. وبعد كده هنضغط على البصل بإيدينا بنفس الصورة، علشان كده سموها مرتة. وهناخد جزء ونركنه على جنب وهتشوفوا بعد كده هنعمل بيه ايه. والجزء الباقي معانا هنحط عليه الزبيب ونقلبه، وبعدين هنبدأ نحشي السمان بالمرتة، وهي دي اللي بيكون ليها طعم مميز وبتفتح النفس. زي ما احنا شايفين مع بعض بنحشي السمان بنفس الصورة، بنكتر المرتة جواه عادي جدا، منخافش من حاجة. واحدة تانية معانا مع بعض بنحشيها زي ما احنا شايفين مع بعض. بحط كمية مرتة كبيرة، مش بحط كمية صغيرة، علشان هي دي اللي بتفتح النفس. بعد ما حشينا الكمية كلها زي ما احنا شايفين مع بعض هنبدأ نخيطها بنفس الصورة. وانا بحب اخيط السمان كده علشان اضمن انها ما تتفتحش في الشوربة ويخرج منها البصل بنفس الصورة. نعمل مع بعض واحدة كمان، نبتدي اخيطها بنفس الصورة زي ما احنا شايفين مع بعض. بضم الوركين مع بعض كده وبلف الخيط حواليهم بنفس الصورة. بتتخيط بسرعة معايا، الموضوع مش متعب ولا حاجة خالص. بعد كده هنجيب حلة فيها زيت وعلى نار عالية هنبدأ نحط السمان علشان ياخد الصدمة زي ما احنا شايفين مع بعض، وبنقلبه طبعا بنفس الصورة. بعد كده هنجيب الكبد والقوانص بتاعة السمان ونحطها، وهنبدأ ننزل بالمية المغلية بحيث تغطي السمان. ونجيب كم المرتة اللي احنا ركناها على جنب ونحطها في الشوربة ونحط الملح ونغطي على السمان ونسيبه لما يستوي بنفس الصورة. بعد كده بعد ما استوي معانا هنشيله من الشوربة نفس الصورة. والشوربة دي احنا اللي هنعمل بعد كده بيها الخضار وهنطبخ بيها الرز. انا جبت الخضار، عملت جبت قلقاس كنت مفرزاه، وشايفين انا بحط معاه السلق اخضر كده وانا بفرزه. هنحط القلقاس في حلة على النار، وبعد كده هنضيف له الشوربة بتاعة السمان زي ما احنا شايفين مع بعض. هنحط كمان كوباية صلصة وهي دي اللي هتديله التست المميز، وهنحط الملح وشوية فلفل ونسيبه على النار يستوي. والقلقاس ما بياخدش معانا وقت كبير، تقريبا 10 دقايق وبيكون تمام. بعد كده هنجهز الرز في شوربة السمان اللي فيها الكبد والقوانص. هنغسل الرز ونحطه ونظبط الشوربة بحيث تكون أعلى من الرز بمقدار 2 سنتي، يعني عقلة صباع، ونغطي عليه ونهدي النار. بعد كده هنحمر السمان ونقلبه على كل الجهات لغاية ما ياخد اللون الذهبي زي ما احنا شايفين مع بعض كده.
خلاص هو كده اتحمر معانا واخد اللون الذهبي. هنبدأ نشيله. خلاص بعد كده خلاص جاهز. هنشوف مع بعض القلقاس خلاص كده استوى. خلاص كده تمام. هنشيله من على النار. بعد كده هنبدأ نجهز التقلية، وهي تقلية القلقاس، وهي عبارة عن توم مفروم. بنبتدي نحطه في الزيت لغاية ما ريحته تطلع. بعد كده هنحط السلق اللي احنا فرمناه برضو في الكبة، ونقلبهم مع بعض، وناخد بالنا اللون ما يغمقش مننا بنفس الصورة. شايفين مع بعض بنقلبه كويس جدا، بس ناخد بالنا عشان اللون ما يزيدش معانا في التحمير. ونحطه على القلقاس بعد ما طفينا النار. وبكده زي ما احنا شايفين مع بعض، شايفين القلقاس. وممكن نطبخ مع السمان ملوخية زي ما نحب. وبكده خلصت معانا الوصفة، وبالهنا والشفا على كل اللي يجربها. وما ننساش اللايك والاشتراك.